وبتولد اثنين، والحقيقة على خطين، يعني كأنك عم تبني طريق على التوازي. نعم. أنا بعمل أو عم ترفع حائط، فهو بلوكي هون وبلوكي هون وبلوكي. هذا هو الأب الروحي لجيل التسعينات، وفي ناس تسميه الأسطورة. نعم، أسطورة أبناء التسعينات وأطفال التسعينات، الأسطورة اللي كان صوته يزورنا ويداعبنا يوميا مثل الطيف طوال فترة الطفولة على شاشات التلفزيون. صنع لنا ذكريات جميلة من خلال أعماله الخالدة، من منا ما يعرف هزيم الراعد، صقور الأرض، عهد الأصدقاء، ريمي وغيرها الكثير، أو معظم أعمال سبيستون خرجت من تحت يد هذا الرجل. تربينا على أعماله وتعلمنا منها المبادئ والقيم الجميلة. فهو الوالد، الفنان، المربي طارق العربي طرقان، هو ضيف أولى حلقات بودكاست مكنون اليوم. مشاهدة ممتعة. مرحبا فيكم، وبما أن اليوم هي أول حلقة فلازم تكون حلقة مميزة، ولازم يكون الضيف مميز جدا معنا، وهو الأستاذ والأب الغالي طارق العربي طرقان. حياك الله حبيبي، يخلي لي إياك، تسلم لي يا رب. الله كيف حالك يوفقك. يا عم؟ الحمد لله، نشكر الله دائما. الحمد الأمور لله كلها تمام إن شاء الله. تمام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخلي لي إياك يا رب. عمو طارق، اليوم راح نتكلم على المحطات الغير معروفة في تاريخك. راح نتكلم على طارق الإنسان طارق العربي. طبعا ما راح طبعا مسيرتك معروفة وانت معروف ومحطاتك كلها يعني الناس تعرفها، لكن اليوم نبغى ندخل في مكنون طارق العربي طرقان. حبيبي خليك. من هو طارق العربي طرقان من البداية، من النشأة إلى يومنا هذا؟ أنا مواليد 59. طبعا له علاقة بالموسيقى. فكرة إنه أنا ليش عم بذكر هلا من بداية المواليد. مواليد 59 كنا يعني كنت لي أب جزائري يعمل في السلك الدبلوماسي، وأم جزائرية سورية، الأصل جزائري وسوريا بنفس الوقت. فكان في الفترة هي 59 إلى 62 على الأقل فترة ولادتي، كانت فترة عمل دبلوماسي للسفارة. ما كانت سفارة، كانت جبهة التحرير. كان أبي بجبهة التحرير. فترة عمل دبلوماسي كتير تشغل اللي عم يشتغلوا فيها. فكان أنا أول ولد، حطوني أمي وأبي عند خالتي في بيت جدي. فترة هي لأنه الاستقلال صار ب62، بعدين تعين أبي أول قائم بالأعمال. المهم لما راح أذكر كمان كيف رحت لبيت أهلي بيت جدي. إلي خالي ما بتحب الأولاد، مو ما بتحبون يعني بمعنى المحبة، ما بتحب تتعاطى معهم، تكمشوا وتسكتوا وترضعوا وتشربوا حليب تغير، ما بتحب نهائيا. اضطروا أمي وأبي يروحوا لحفل طبعا دبلوماسي، راحوا لعندها. خلي طارق عندك، مستحيل. رموه على ايدها، كانت متسطحة. رموني رموني على ايدها وراحوا. من هذاك المرة اللي رموني 17 سنة متواصلة على ايدها. كنت نام على ايدها 17 سنة عند خالتك. 27 انا بس عم لك 17 على ايدها نفسها، على إيدها نفس نعم. الايد، ما بقدر نام غير على ايدها. سبحان الله. ايه. السبب اللي عم بحكيه انه هون انا بقى انتقلت حياتي من انه اب وام وانا اكبر واحد الى اني يكون بعائله فيها 9 اللي هن امي واخوالي، وانا اصغر واحد فيهم صرت، لانه صاروا يعاملوني اخوهم. يعني مثلا الي خالي بيقول لي الشغله الفلانيه، بس هلا ما راح نخبر اولاد اخواتك. هن اولاد اخواتي، هن اخواتي، يعني اخواتي اولاد خالي وكذا. بس بيقول لي هلا يعني مو وقتها نقول للصغار، لان انا واحد منهم، في اكبر مني. فتعاملت كاخوهم الصغير. هلا هن متعددي المناهل والمواهب بصراحه. لا، في مواهب كانت عندهم، في ميالين للشعر مثل امي وخالي كتير، وشعرهم جميل جدا. مو لانه امي عم بحكي او لانه خالي، كنت حافظ ابيات شعر إلها. لو اختي هون كانت ذكرتني ببعضها. الوالده شاعره، كانت شاعره. انا كنت حافظ بعض ابيات شعرها، مفكرها الشعر الجاهلي، من الشعر الجاهلي، يعني تماما من الشعر الجاهلي. جميل. وشوي بقدر بقول انه انا يعني رأيي مو اي كلام. يعني انا قاري كتير عن الشعر الجاهلي، وقاري وانت صغير في مرحله الطفوله؟ من كل المرحله،
من الطفولة إلى لأنه خلص من شب على شيء شاب عليه. شاب عليه. في الشعراء، في الموسيقيين، أمي خالتي بتعزف عود وتغني صوتها كثير حلو، السلام. وكانت من أصدقاء، كانوا شلة، ممكن اللي يرجع بالتاريخ يعرف. جميلة أبو حايد، أمي، وردة الجزائرية، كانوا 3 رفقات بهذيك الفترات، يعني فترة صباهم شبابهم. يا سلام. فبتغني كمان غناءها حلو، يعني لأنه تكون يعني محترفة، بس هي لا، هي دكتوراه في العلوم الجنائية، فيما بعد كملت الدراسة. يعني فترة الولد أنا كانت سنة 2 أو 3 جامعة. المهم، فالبيت اللي ربيت فيه ونشأت فيه ميال للغة والموسيقى بكل أشكالها، وكل واحد شكل. يعني عندي خال كان كتير مهتم بالتصوير. التصوير كان الروسي هو الأول، ما في مجال بالصورة، تصوير السينما، سينما وصورة وكل شيء. يعني أنا حتى عم أقول ليش عم بذكره، لأنه لما سافر ترك مجموعة مجلات مشترك فيها متخصصة كتير كبيرة عن التصوير والتصوير نفسه والفوتوغراف والسينما. فهذا الخال هو اللي كان أشقى واحد بالعيلة، فما درس، كان يهرب من المدرسة، ونحن بنقول أزعار. فهو كان أزعار ويحب السينما الروسية، مو الروسية، هو بيحب السينما بشكل عام، بس كان ميال للصورة الروسية، لأنه هي كانت يعني مثلا كان الكاميرات الروسية مو النيكون إلى آخره، توشيبا، مو التوشيبا، ما بعرف شو الماركات، أنا ما عندي هواية بالماركة. فكانت الكاميرات الروسية والتصوير الروسي هو التوب بهذيك الفترة. بالستينات هي الأفضل. فاشتغل بالسينمات، اشتغل ببيع بوشار. تعرف بوشار شو؟ بتعرفه؟ الفشار. ايوه. واشتغل بيل، شغله ما بتعرفوها، كشاف. كانت سينمات سابقا بيطفي الضوء مشان تبدا الفيلم او المناظر، نحن واللي ينور الدرج. فهو بينور الدرج، بياخذ منك الكارت، بينور لك وين بدك تروح وين مقعدك. فتره لما بيخلص هذا العمل بيطلع بيقعد بغرفه العرض اللي فيها الآلات بدون طول سيره. حتى هاد يعني شو شلون دمج شغلتين هلا بقول لك اياهم شو هن بحياته من اللي موجودين بالعيله. ما هو ابن هالبيئه، يعني اللي عم بحكي عن حالي هو كمان نفسه مع كل فشله وزعرنته يعني شقاوته. بغرفه العرض تعرف على الكاميرات والعرض وآلية العرض، هو اصلا عم يدرسها. المهم خربت كاميرا، آلة العرض خربت معهم، طلبوا التصليح لأنه الآلات روسية بهذيك الفترة. طلبوا التصليح، قالوا لنا 6 شهور بدنا لحتى نبعث لكم خبراء يصلحوها. فهو خالي طلب من الإدارة إنه، وخصوصا إنه السينما يمكن كانت شوي حكومية، طلب من الإدارة إنه أنا بحاول أصلحها. شو أنت تصلحها تبع بيل؟ طيب خسرانين شيء؟ يلا جرب، شرط ما تخرب شيء. صلحها. اتصلوا بروسيا إنه لا تبعتوا لنا، تصلحت. شلون صلحت؟ قالوا لهم فلان في حدا عنا صلحها، مهندس لا تبع البيل. ما يعني اسابيع ولا جاي مهندسين يمكن او شيء لعند على السينما، اخذوا خالي واخذوه على روسيا. درس التاسع، هو كان لا مدرسه ونام يحزنون، وبكالوريا، بعدين هندسه. بعد الهندسه استمر بعمله الى استلم اذاعه موسكو الناطقه بالعربيه. رجع استفاد من اللغة اللي ببيته، المعلومات اللغوية، الشعر إلى آخره. فهي قصة واحد بيناتهم. أنا من هالمحيط هذا. يا سلام. فسمعان شعر لحتى شبعان. وهذا اللي أثر فيه بأنه لما كتبنا للأطفال، لما كتبت للأطفال ما كتبت إيدي اليمين وإيدي اليسار وهذا اللون أحمر وهذا أخضر وهذا أزرق، بس معلومات رح يحصلوها تحصيل حاصل. يعني أنا بلاقي في قسم من المعلومات بنحشي فيها أدمغة أطفالنا بوقت غير مناسب، لأنه راح يعرفوا. فعم نستغل، يعني يفترض نستغل الوقت بأنه مثل ما في صديقة قلت لي إنه رأيها، نعم، دكتورة هنادة طه. نعم. أيوة الدكتورة هنادة طه، إنه عم نحشي له معلومات راح ياخدها، بينما فينا نفرغ له بهالفترة ياخد معلومات زيادة مثل اللي قلت لك أنا عليها، إنه من خلال اللعب، من خلال سماعي بس للمحيط، إنه يدرس العربي.
متعصبا للغة العربية. يعني لو لغتك ياباني وأنا لغتي ياباني بقول لك ادرس الياباني جيدا. درس لغتك أولا حاملة جزء من التاريخ بدون ما تقصد، بدون ما تعرف. يعني التاريخ بين تحمله باللغة اللي يصير فيك، بين تعرف أحداث تاريخية. الأحداث التاريخية مهمة لأنك ممكن تنساها، ممكن تتذكرها، ممكن تنسى تاريخها، ممكن كتير شغلات. اللغة اللي هي الأهم. إذا كنت بدك تكون عالم ناجح، أنا باعتقادي لازم تكون لغتك قوية. أولا قوية. مو فكرة بس بدك تعبر، لا، أنت عندك كمان ملاحظات، دقة وصفها تعتمد على على المرادفات. نعم. يعني دقة وصف الحالة. يعني ما بيصير مين كنا عم نقول إنه كدمة سحجة، ضربة، مدري كله معناه كل واحد. سحجة معناتها أشطة الجلد فيها نعم. اللي بتقشط. كدمة هي ضربة وزرقت أو اخضرت أو احمرت أو إلى آخره. ففي وصف دقيق مرادفات. بغير لغات ما في هذا الوصف. في ضربة خلاص كدمة أكاديمي، صح. ما في كدمة أو لا كدمة. والله أنا كدمة. يلا خلاص براجع بعد الحلقة، ما حدا يعتب علي. إيه، فاللغة يعني كتير مؤثرة بحياتنا القادمة كأطفال. جميل. وهذا خلاني أكتب للصغار براحتي، كأني عم بكتب، عم خاطب واحد عمره 20-25 سنة. صح. هذا من أكثر الأشياء اللي في ناس زمان كانت تؤخذ على الأستاذ طارق العربي الطرقان، إنه كيف تكتب كلمات صعبة على الطفل، كيف تكتب له أبرقي أرعدي أبطالا، كيف حيفهم الطفل. مع مرور الزمن تجربتك أثبتت نجاحها. إيه، لأنه صارت ضمن الوعي. صح. يعني محفوظة أول شيء مثل ما بيحفظ أي لغة. هلا الطفل بيدرس، مو الطفل الياباني أو الروسي أو أي جنسية، اللغة بالنسبة له هو إنه يسمعها أكثر من مرة ليعرف شو بتعني. صح. والعربي نفس الشيء، ما بيفرق عنهم. ليش العربي أنا علمه بس أحمر وأخضر، ما خلي له من اللغة غير أحمر وأخضر وفوق وتحت؟ ليش ما قال له السيف أصدق وأنباء؟ أنا دائما بستشهد بهذا البيت الشعر، لأنه هو من أول الأبيات يلي بتذكرها من طفولتي قبل ما أعرف الألف ب. لا بعرف لما درس حضانة، يعني ولا حضانة، حتى الحضانة تبع عود. فتخيل إنه يعني أهميتها بإنك هلأ ما بقول إني أنا يعني ممكن ساعدتني اللغة، قلت لك، بمجال عملي. نعم. وهذا يمكن كمان جزء من اللي قصدي إنه حتى طبيب لغتك. نعم. اللغة كتير مهمة. النشأة ساعدتك، خصوصا إن مجالك في كتابة الكلمات وفي التلحين والمجال الفني، فنقول النشأة في البيت كانت نشأة ثقافية كتير بدون ما أعرف، على فكرة، تماما مثل وقت كتبت الكلمات للأطفال بدون ما أعرف، بدون ما يعرفوا. نعم. كبرت معهم. يا سلام. طيب خبرني عن طارق العربي الطرقان، الطالب في المدرسة. الطالب الفاشل. أنا يلا هلأ اللي بتابعوك خلصوا المدرسة تقريبا. أنا كنت شوي فاشل، مو فاشل بمعنى فاشل، ما أحب المدرسة بصراحة، بس ما كنت أقول هيك لأولادي مشان ما يقلدوني. ما بحب الفئة بكير باختصار. جميل. وفيك تقول شاطر وكسول. يعني مثلا أنا ما في، يعني بذكر 2 أو 3 اللي كتبتهم بالبيت. يا سلام. الباقي وانا رايح على المدرسة أو برا قبل ما نفوت عشان ما ناكل قتلة. فمشيت حالي بالمدرسة، مشيت حالي. وأكثر شيء شوف صدف عربي والرياضيات. بالعربي والرياضيات. إيه، كنت ما بطيق التاريخ، ما بطيق الجغرافيا. مع الكبر لفترة البكالوريا وبعد بشوي رجعت حبيتهم لأنه أنا صرت أطلع، مو المفروض علي. جميل. إيه، انخلط التاريخ بالفن. وانت في المدرسة عمو، يعني ما كانت عندك الرؤية المستقبلية هذه، أنا بعدين لما أخلص من المدرسة راح أكون فنان؟ لا، ولا خاطر ببالي ولا للحظة. حتى انه هلا مثلا بيجوا بيسالوا هلا الصغار انه انت شو حابب تطلع؟ انا اولا ما حدا سالني، او بجوز سالني بس ما بعرف شو بدي اطلع. والى الان لو بينعاد الزمان ونسال شو بدك تطلع ما بعرف. ما بدي اطلع شيء اصلا. إيه، لا يعني ما كانت موجوده الفكره، بقصدها. يا سلام.
ايه ولا كان خاطر لي فكرة الشغل بالموسيقى، مع انه انا كان عمري 6 سنين. اول آلة مندولين اسمها، آلة هي للكبار بس حجمها صغير، جاب لي اياها خالي، كان عمري 6 سنين. فزرع فكرة العزف. بس قبلها في تجربة صحيح تذكرتها، هلا تذكرتها. انا كنت صفر وانا صغير، تماما تصفير يعني في اكثر من حادثة من اخوالي وخالاتي يقولوا لنا انه انا حاملين ماشيين بالشارع او طالعين باص، كان في كم باصات. كان عمرك وقتها؟ 6 شهور 7 شهور. أوه. فيسمعوا مثلا، والاكثر احراجا كانوا الصغار، البنات، لما خالتي تحملني او امي او تصفر. صفر فيطلعوا عليها تقول بس طارق بس طارق، بس مشان شو بس طارق حامله رضيع عم تقلي وانا عم تصوير نظامي. ففي البداية الموسيقية من يوم ما كنت رضيع موجودة. ايه موجودة، لانه قلت لك انا يعني 7 من اخوالي وخالاتي مع امي موسيقيين. يا سلام. يعني بالموسيقى وعزف. واحد بيناتهم محترف كان بفرقة الفرقة السورية بدمشق. يا سلام، كمان نقدر جا. نعتبرك أول ملحن في التاريخ بما أن عمرك 6 شهور، أصغر ايه عازف خليني عازف. وملحن، صح كلامك. يا سلام. أيام الدراسة يعني كنت غير شو الآلات اللي كنت تعزفها وتحب تعزفها؟ انا الجيتار بفترة اللي كبرت شوي، يعني لذاك المندولين لا يعتبر يعني ب6 سنين، كان بس التعرف عليه. العود كان موجود، العود. فكنت دندن بسيط كثير وصغير، ما يعني مو ميال، مو تواق بمعنى انه بروح وارجع له. جيتار بال73. لا كان في عنا جيتار بالسقيفة. بتعرف شو يعني سقيفة؟ لا. منطقة مثل السندرة بيسموها، او فوق باب او فوق غرفة بيبقى في مكان للتخزين. أوكي، مخزن. لقيت فيه جيتار كان فيه شيء 4 أوتار مقطعين كذا. صرت أعزف عليه، ينقطع وتار صفة 3، ينقطع صفة 2، ينقطع صفة 1، نقطع، وقفت أعزف، انتهيت. إلى آخر ما وقت. عندي فكرة إنه الوتر، يعني تخيلوا بيئة موسيقية بس ما أخذت وعطيت فيها. إنه خلاص الجيتار راحوا الوتار، هيك كنت بظن راحوا الوتار للكب مع وإنه بيتبدلوا هن. فبال73 خالي جاب لي جيتار. 73 كم كان عمرك تقريبا؟ 14. 14 وأول سنة. أغنية لحنت أول أغنية فيه جميل. أول أغنية كانت وعمرك 14 سنة. بال14 سنة أول أغنية، واستخدمتها من 10 15 20 سنة استخدمتها، كتبت لها كلمات. يا سلام. تتذكر شو اللحن؟ ايه ممكن تسمعنا إياه؟ عملتها، هلا بقول لك عملتها شو. عملتها لبرنامج برمضان، مشان اقول لك اياها. يعني بيحكي عن الصحة، بيقولوا صحتك برمضان صاحبنا. واجا بده اياها، عم يقول لي بعد بكره المخرج الله يذكره بالخير، سامر محايري، عنده العمل بعد بكره، ما بلحق. بقول شو بدي هي هذا الكلام يمكن بالتسعينات او 2000 التسعينات. قمت تذكرتها، قلت بحط عليها كلمات، عملت له اياها. عمرك 14 سنة الحين. هي لحنتها بال14 اللي راح لك اياها، وبتعرفوها يمكن لانه بعدين تقول كبة لبنية، رز وكوسة وشاكرية، لحمة كفتة فاصولية، فتة مكدوس ولبن عيران. كبة لبنية، رز وكوسة وشاكرية، لحمة كفتة فاصولية، فتة مكدوس ولبن عيران. فينا نقول الأكل مهم لكن صحتكن أهم، دير بالك من عسر الهضم يا صايم رمضان. على مهلك بهداوي كن، ما في داعي بعد الأكل تعن، مو تسلاقي هالصحن، مو ضروري تقوم شبعان. شو طبختو شو طبختو شو طبختو قولوا شو طبختو. كبة لبنية، رز كوسة وشاكرية، لحمة كفتة فاصولية، فتة مكدوس ولبن عيران. يا سلام. فهي أول وحدة أنا حطيت لك كلمات. استخدمت اللحن بعد 15 سنة بعد 20 سنة 30 بعد 20 سنة. دقيقة 20 أكثر من 20 بسبب الضغط 20 25 كان ضغط الوقت. بكرة أريد شغل ذكرت بده إياها. إيه لا بده إياها، ما في مجال، أنا عندي شغلي، يعني في شغل كنت ماشي فيه. يا سلام. فهو بده الإشارة للعمل. نعم. وصديق، مو كعميل. إيه فهي كانت جميل. أول وحدة. أول لحن سويته عمرك 15 سنة. طيب 14 73
14. اوكي. بال73 اخذت الجيتار، راح 14. استخدمت الجيتار لانه اجى وعلمني انه في اكورات نعم. في شغلات اول آلة تعزفها هي الجيتار، نعتبر الجيتار. كعزف العود وتلحن عليها يعني. ايه العود شوي ولا لا، اللي ملت لها بقى وخلص الجيتار هي الجيتار. الجيتار ايه لانه كنت خلص صرت اعزف على الاولاني القديم اللي كل ما يخلص وتر نعم. ارمي هيك الى الاخير، فكنت تعلمت. يا سلام جميل. إيه. طيب طلعت من الثانوية العامة من البكالوريا، كيف كان وضعك في البكالوريا؟ ميال للأدبي ميال للعلمي؟ اثنين والله. انا قدمت هي فضايح على فكره، انت عم تخليني احط المكنون فعلا احنا فضايح. ابنائك كمان. الله يوفقك. لا ما بصير انا عشان ما اكون قدوه سيئه. ابدا. انا كنت علمي، اوكي. قلت لك ما بحب فيق بكير، ما قلت هي لي. ايه. كلنا ما نحب ففي سنه رسبت فيها لاني ما رفقت لا على فحص الرياضيات، ولما ما رحت على ما فقت على فحص الرياضيات خلص قلت لهم بصراحه كذبت انه خلص ما رحت. اللي بيرسب ماده كنا نحن لا، اللي بيرسب مادتين بيرسب. اوكي. فبس انا لانه كمان إلى علاقه بالمجموع، إلى علاقه انه انا كمان كنت شاطر بالرياضيات، مقبول يعني كثير منيح. جميل. ايه اجى الوالد بتاني سنه بجهز حالي خلص بدي ادرس بكالوريا علمي، بالكتب كلها مختلفه تقريبا، في 3 أو 4 كتب بس مشتركه بين الاثنين. صح. ايه فاخذت المكان، اخذت الاسم فين وين بدي اقدم الفحص و الى اخره. اجى ابي قال لي ادبي طالما ما قدرت العلمي بزياره. تخيل يعني انا مو عايش معه على فكره. فادبي ايه انا 2 بكالوريا العلمي، 2 ما فقت يعني ما فقت يعني وتخانقت. واحدة السنة بيناتهم مرتين تخانق يعني. حتى السنة مرتين من بيناتهم انه بالرياضيات، واحدة بيناتهم ما غبت بالرياضيات. نعم. كانت رياضيات 56 من 60 علامتي باللي تركتها اول سنة. مهم قال ادبي استحالته ما بتزبط يعني خلاص استلمت. بتعرف انك استلمت انه اسمك وموقعك بالمقعد واي مدرسة بالأدبي هيك عنا. ايه بالادبي ولا بالعلمي؟ نعم. لا انا استلمت علمي. السنة الثانية، هذه السنة الثانية بعد ما عدت الأولى. السنة الثالثة. الثالثة. اوكي. ايه مثل العادة. الأولى صارت عندي شو بيقولوا ادمان على تقديم بكالوريا. المرة الأولى كان بسبب إن امتحان رياضيات، المرة الثانية ما فقت، ما بعرف شو هو اوكي. ما فقت خلاص ما عاد رحت. حلو. فعلى المرة الثالثة أخذتها أدبي. ثالثة لا ما رضي والدي ومحضر حالي، قال لي ادبي اجباري. رحنا نجيب كتب، ما في كتب موزعة. في عندنا منطقة بالشام اسمها المسكية، هدول بيبيعوا كتب وقصص مستعملة يعني مو من مكتبة. نعم. تلاقي فيها كتب كتير، كتب نادرة حتى، وقصص و كل شيء تقريبا من بيناته المدرسي. رحت حتى ل كتب البكالوريا ما لقيت يمكن كتاب أو كتابين. حاولت استعار ما قدرت. إلي صديق بالحارة أدبي كمان، وإنه شلون بالأدبي صعب جدا. المهم استعرت الكتب اللي بقدر عليها وقريتها. ما بعرف شيء عن الفلسفة لأنه ما عندنا كان غير كتاب واحد عن المنطق بعرفه، بس في كتابين بالبكالوريا الأدبي تانين. اللي نجحني مثلا أنا نجحت بسنتها مشان من الأخير إخوان. اللي نجحني بس عمل لك طرافة الموضوع إنه أنا دخلت ما في كتب إجباري، خلص بدي أقدم أدبي، ما راحت إلى آخره. كتابين فلسفة مفقودين، وأنا نازل بذكر نازل من كنت راكب باص ونزلت عند مكتبي لقيت هيك حاطط حبل في عليه كتب، مو كتب حتى شو بسموهم كتير صغيرة يعني. أنا أخذت شغلة من عنده مكتوب كتيبات كيف تكتب موضوع فلسفي. قلت شو موضوع فلسفي؟ شو يعني موضوع فلسفي؟ شو يعني موضوع فلسفي؟ أخذتها فيها يمكن 10 صفحات وكبار خط كبير. درست، تاخذ سؤال بتوسعه وتحطه مقدمة، تكتب عرض الموضوع. هلا عم ما بتذكر رأيك وبتوصل لاستنتاج رأيك أو مستند إلى آراء فلاسفة أو كتاب أو إلى آخره. هاد نجحني بسنة البكالوريا لأنه أخذت العلامة المنيحة بالفلسفة اللي رفقاتي بيرسبوا فلسفة أو العربي اثنين. مهم طبعا إن شاء الله يا رب ما نكون قدوة. لا بالعكس. بعتقد إنه هي اللي صنعت الخيرة في النتيجة. مختاره الله دائما. طبعا إيه، ولا هي اللي كلها خبرات يعني. طبعا. صح روحت سنة
ما بتصور في شيء بيروح على فكرة هذا، وكل شيء يعني حتى أنا بقول بالشغل بالموسيقى بساوي أغاني خاصة. هلا عم نط شوي لقدام معلش. بساوي أغاني خاصة بس أنا ما بحب أكون مغني نهائيا نهائيا نهائيا. بلحن، بكتب كلمات، ما بحب أعطي مغني يغنيها تبعي، يعني بس ساوي وحدة مين والله شو من كان لا تبعي. فالله اختار لي وهيأني من الصغر بالكلمات يعني إن كان بالعربي وإن كان بالموسيقى هيأني لشغل الأطفال، ولا بعرفوا إنه شغل. أنا رحت عملت شارة واحدة، فكرة شارة أغنية، يلا أوكي وخلصت يعني انتهت. قام انفتح لي العالم اللي بدي إياه، الله مسيرني إله، اللي هو أنا ما في داعي للظهور، اسم وبيجوز ما ينحط الاسم، ما له مشكلة. فهمت شو قصدي؟ نعم. فأنا ما بحب الوقفة عن وبخجل بصراحة. هلا ما انت اللي بخجل بعمل حفلات معكم، لا مع هذا الجيل، لانه اولادي، انا فعلا اولادي، بس اطلع ما بشوف لا دقون ولا حجابات. احنا ممكن نعرف صورتك عم طارق. ايه، وانا بعرفكم، نتخيلك بس يعني بيخلي لي ايه في كثير تخيلات بعضها. واحد من اللي بيذكرون هلا بقول لك قصته اخو مرت صديق صاحب، كان صاحب الزورة ماهر حاجويس، يقول له بدي اشوف استاذ طارق. استاذ طارق يقول له بدي اشوفه بدي اشوفه. فعم يقول لي فيما بعد قابلته انا، شاب هيك يا حباب، قال لي ماهر، عم يقول لي، قال لي هيك 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 عمل معي انه بس بدي اشوفه. قال لي من الصبح عم يظبط البوط اسف ضربت البوط ويمسحه ويظبط القميص وهيك كوي ويظبط حاله وبدله ومدري شو، بس بده يجي يشوفك. اجا نحن بالاستوديو بنبقى معترين، عم نشتغل ممكن يومين. نعم. فاجا فت لعنده شفته، المهم وسلمت عليه وسلم علي وما انبسطنا. قال لي بس خلاص هذا هو طارق. شو كان متخيل؟ ايه وكان متخيل، انا متخيل واحد قصير كرش اصلع عيوني زرق. انا متذكر وصف تماما. شلون شو يعني كيف زبطت كيف جت معك؟ معك؟ ايه، لانه هذا هو. تتفاجئ انه هذا انا. ايه شو كنا عم نحكي؟ ايه المهم انه الله مسير. يعني اي انسان، انا بقول لك مسير ومخير بنفس الوقت. طبعا. لانه ما لسه ما انحلت معضله فلسفيه بالنسبه لي ودينيه. مآمن بالله، المهم اختصارا ما عندي مشكله، متكل على الله. بس فكره مسير ومخير لانه كثير بيختلفوا عليها. مسير الى الخير ومخير اذا بدك تخالف مثلا. فانا الله اهلني لهذا العمل بالذات، اني ما بحب الظهور، ما بحب اوقف ورا ميكروفون، وبحب الموسيقى كثير، بحب الكلمات، ما في شيء اعمله فيها. كنت اكتب بيوت شعر، ابيات شعر بس هيك. من عمر كم بديت تكتب تقريبا؟ من 14 13. من 14 الغناء يعني. ايه، من اول اغنيه كتبتها بكلمات. جميل. يعني كلمات على قد، مو على قدي، تناسب العمر، تناسب لا بتحسها هلا اذا بدي لك عليها بتحسها لاكبر، يعني بتحسها واحد كبير مو 14 سنه. خصوصا ان انت تشبعت بكلمات ثقيله في الطفوله ايه، ومع اني سويت عامي يعني باللغه العاميه. بحاول اتذكر بعضهم بس يلا بعدين. طيب، بعد الثانويه اين كان التوجه؟ وين كنت رايح يعني؟ هل كنت ناوي؟ جربت كل شيء. كيف؟ كليات. خبرنا عنها. جربت ادب انجليزي، رحت على هنجار، اسمه هنجار، مكان كبير كتير. لقيت فيه شغله بعيده كتير كتير كتير، يمكن عم يحكي بس ما سمعني الصوت. هو دكتور عم يعطي محاضره. طلعت وهذا بوش الضيف، شو بدي احضر في 6000 واحد. سجلت حقوق. ايوه الحقوق، سجلت حقوق بس نجحت السنه الاولى، يعني نجحت فيها. ما كملت لانه بوقتها انا مختلطين كلهم، سجلت اكثر من فرع بيناتهم طب. الحقوق بس اللي كملتها سنه، وحولت بعد منها على الفنون الجميله اللي اشتغلت درست يعني ادب انجليزي بعدين حقوق بعدين حولت على قبل بيناتهم لا طب بعدين طب. ايه، بس كان في تشريح اه مشان يهربونا.
شو صار معك في الطب؟ خبرني. تشريح يعني تقريبا من اول اروح انه في تشريح بدنا ننزلوا بس 50 واحد، نعم. رجعوا 2 بس بالمدرسة بالكلية. شفتوا الجثة قدامكم يعني جثث وشرحوها؟ ايه ما كان عجبك الوضع؟ كأنها اسلوب مشان ايوه. يهربوا ما عجبك الوضع ايه يعني؟ مثل هي الفنون فعلا الجميلة، صعبة مثل الفنون الجميلة. الفنون الجميلة بفوت كم كبير، لانه بتعتمد مثلا على العلامات، مجموع اللغة، مجموع البكالوريا زائد علامة شو بياخذها بالرسم. فاحيانا اذا مجموعه كبير بالبكالوريا، خصوصا في شيء استثناءات لهم اضافه 50 مجموعه وكذا، اذا مجموعه كبير واخذ علامه قليله ممكن ينجح نعم. بس ما يستمر. فبتلاقي انه من مجموع 200 شخص لازم يتخرجوا، بيتخرج 20. بيسلتوا على الطريق اللي يا اما لظروف وقلال هدول، يا اما اللي اصلا مو فنانين. مش مجالهم. ايه فمن الحقوق إلى الطب إلى في ادب انجليزي، ويمكن في أدب عم إنجليزي. بتذكر كان بالاجتماع. لا والله، جربت الهندسة؟ لا هندسات لا، ما بحبها، ما كنت أحبها. المهم ثبت على الفنون الجميلة، هي الأقرب كمان لنمط شخصيتي. درست نحت لأنه الأقرب النحت ثلاثي الأبعاد، يعني عم تشتغل بالأبعاد الثلاثة بعملية نحت، مو الرسم اللي نعم. بنسميه التصوير أو الحفر أو النحت بالذات هو في صورة ثلاثي الأبعاد. نحن تفكيرنا ممكن يكون يا ثلاثي يا ثنائي، في البعض بيفكر ثلاثي اللي بيقدر على أكثر من لاير يشتغل بنفس اللحظة. نعم. يعني ماشيين ودائما في تواصل بيناتهم تعاوني، تواصل انه يتموا صح. ما بعرف اذا فهمت علي او لا، مع اني يعني بالفلسفة زفت بس لا، بتفلسف أنا كثير. تصورتك حتقول إنك درست موسيقى أو درست لا موسيقى نهائيا. موهبة هي، فأنت دخلت على ايه عالم النحت، درست النحت. درست النحت. هلا باثناءها، هلا هون بدي اقول لك بقى، فترة البكالوريا والجامعة كنت تعرفت على رفقات، فاشتغلنا فرقة. فأنا من أول سنة بلشت شغل الموسيقى، اشتغل عادي فرقة كفرقة غربي، يعني أغاني غربية كنتوا بعضها تغنوا في العربي. الجامعة كنا نغني بالجامعة واشتغلنا كمان بشغل، يعني أنا شاغل جيتار مع رفقاتنا، شاغل جيتار بيس وجيتار عادي. وبعدين اشتغلت فترة منيحة اللي نقلت فيها بعد منها للزهرة، كنت عم بشتغل كيبورد. آه آه يعني أيام الجامعة من كنت ابتداء من الجامعة خلاص شغل. أصبح شغل احترافي يعني؟ لا لسه هواية، لسه يعني هواية. أنا إلى الآن هواية، إذا بدك الحقيقة نعم. هواية إلى الآن. إذا أنت الحين هواية، مين اللي محترف؟ إيه والله، لا هواية، هي هواية فعلا. لأنك إذا صرت محترف فيها، أنا إذا ما كنت راضي عن العمل ما بقدر سلمك إياه. الرضا عن العمل معناتها هواية. فيني ساوي تنفيذي بس شو بيقولوا ما بعترف فيه نهائيا. إذا مضطر، يعني تقولي مضطر والله وكذا كذا، صناعة فيني أصنعه ويطلع. أنا برأيي نص إمكانياتي، يعني فيه النص، بس أنا برفضه. وبتطلع لوين هذا رح يطلع، على مجال كبير. إذا على مجال خفيف واحد لشخص يعني ممكن يستخدمه بمكان محدود، خلاص حر، انت حر، بس ان شاء الله ما ينتشر. يعني فهمت علي شلون؟ فهمت قصدك. ايه. جميل. فلساتها هواية حتى الان. واي شيء بيحبه انت هوايتك هي لو بعد 50 سنة ومستمر بهواية ما راح تكون محترف. بجوز حدا يطلق عليك انك فهمت عليك. محترف. المحترف لا يقال عنه لما يقول ايه نفسه. ايه مو محترف، لا. متى ما احترفت خلاص رحت. انا هذا رأيي الشخصي. جميل. أيام الجامعة كانت عندك دراسة النحت، وعندك خلينا نقول هواية الموسيقى والغناء. شكلت فرقة في الجامعة؟ شكلنا، وخصوصا انه كمان معلومة بالفنون الجميلة كان الغالبية عازفين او مغنيين. اجت فترة بدمشق كل الاوتيلات والاماكن اللي فيها موسيقى من الكلية، يعني سمع فلان هون وفلان هون وفلان هون. تتذكر شيء من الأغاني اللي كنتوا تسوونها؟ كل شيء القديم، الستاندرات، انجليزي، ونسيت كلمات كتير. إنجليزي كنتوا تغنوا؟ انجليزي ايه، كان انجليزي، والعربي بسيط، كان خفيف. نعم. مو كتير. شو الانجليزيات؟ حاول اتذكر لك.
though we gotta say goodbye to the summer. Darling, I'll promise you this. I'll send you on my dreams every day on a later and seal it with a kiss. مثلا واحدة هلا منيح تذكرتها. يا سلام. طيب هذه فترة الجامعة اللي كنا نقول فيها كانت دراسة النحت. مع تخرجت سنة كم من الجامعة؟ للأسف كمان ما تخرجت. ما كملتها. اي لسبب ما اقدر اقوله. اوكي. بس انت خرجت منها سنة كم او تركتها سنة كم؟ تركتها تقريبا 84 85. توجهت للحياة المهنية. الحياة المهنية وتزوجت ب 86. وتزوجت سنة 86. اي ممتاز. خبرنا عن حياتك المهنية قبل الفن. شو الاشغال او شو الوظائف اللي هلا ايه اوكي منيحة. هي هي كونه المكنون رح نحكي بقى. مكنون نعم. هي بشغلات ما لها علاقة بالموسيقى. طبعا مكنون اللي هو شيء ذو ثمن ويقال لأول مرة. فهذا الشيء اللي نحن خليه لا هلا هو انا يعني الثمن خلاص انت قيمه. بس انا بعتقد كل شيء تقوله ثمينه. يخلي لي اياك يا رب. انا لا اقوله اول مره يمكن يكون مفيد. نحن بسوريا في عاده بغض النظر عن الحاجه. نعم. بالمدرسه بعد المدرسه العطله الصيفيه الاولاد بيشتغلوا باي مكان دكان اي مكان. فنحن انا كنت مدلل. ما قلت لك انا كنت الاصغر بالعيله. فكتير مدلل. يعني مثلا فاتح بسطاء. بتعرف شو يعني بسطاء؟ ما بتعرف. بالعيد بتروح تجيب سكاكر بسكوت كذا شغلات وبتعمل بسطة انت بالحاره. بسطة اوكي. تحط بسطة وبتبيع اولاد. بتبيع نعم. انا اجيب البسطة اكلها طبعا. جيب صباره. بتعرف صباره؟ لا تين شوكي. تين شوكي نعم. جيب اكله وامرض 3 ايام. جيب مشان بيع. طبعا ما بيع. بس اشتغلت مثلا بمرحله الشباب شوي. اشتغلت حداده باطون. حداده باطون. حداده الباطون هي اللي بيبنوا الحديد في العمارات. نعم. ان كان عمدان. حديد البناء. الحديد اللي بقلب البناء. وان كان العمدان شلون توصل. نعم. شلون تربطون كذا. مهنه صعبه كثير. طبعا كنت اشتغل ولد فربط بس ما. ايه وهي كم كان عمرك لما اشتغلت الشغله هذه؟ هي كان 10 يمكن 9 10 يعني 12 سنه. 16 لا اكثر 16 15 دقيقه لا 9 اخذ شيء 15 سنه. 15 سنه 15 16 سنه. بس هي مثلا حببتني بالباذنجان. ليش؟ هي مكنون مو كثير غني بس ما كنت اكل باذنجان. فباول يوم من التعب والارهاق والشوب شوب راكد بدي اكل في كشك معمر يعني. بس شو بيقولوا مثل اوراق الشده. هذا واقف هيك وهي واقف هيك. راح الميكروفون. ايه فرحت ركض فارت من جوعي وتعبي. بدي اشرب اي شيء. سألت فلافل. ما في فلافل. كان في باذنجان وما بطيقه. حط لي سندويشة باذنجان. اطيب اكله باكلها بحياتي الى الان. هي هذيك السندويشة. وتعودت على الباذنجان بقى ما عاد عندي مشكله. فهي مثلا شغله من شغلات تانية بمكان ببيع ادوات. يعني ما قلت لك العادي يعني. نعم. العادي طبعا 2 3 اشتغلت على محل بياع جاتو. كنت دبل اجرتي اكل فيهم عنده. حلو. كانت سيئه. كان يقولوا انه الدلال ما بفيد. انا المدلل يعني كانت مشكله. الحمد لله بشكر الله انه ما اثرت. يعني طلع جزء من كلامهم مو صح. يعني المدلل انه انا ربيت دلال غلط. يعني شوي بعتقد انها يعني ما بتعود على المسؤوليه. ايه لا كانت ايه. بس الحمد لله لانه الاحتمال على غير موضوع تماما. بيئه فيها طلاق كثير. احتمال انه الابن هالبيئه يطلق لانه اسهل حل بالنسبه له. هلا اذا ما طلق هي اللي اوكي الحمد لله هي رضا. هلا البيئه الدلال غالبا سيء بتحمل المسؤوليه وكذا. يمكن يكون بس ممكن لا. انا الحمد لله لا. في مثل بس مستحي اقوله. رح نحط قولوا ايه اذا ما عجبك قيمه. في مثل بيقولوا معلش الواحد كل ما بيكبر كل ما بيصير الحياه اسهل بكثير.
حتى بالتحفظات بتروح. طبعا يمكن ما كنت أقول هالكلام هذا من احنا 20 قاعدين سنة. بالبيت عادي. يعني في تحفظات بيقولوا في مثل ما بعرف سمعانه، بس هذا مثل شرقي بلاد الشام. بيقولوا مرة ربت تور ما حرت. تعرفها شاني؟ مرة رب الثور ما حرط. إيه، إذا مرة ربت تور، التور اللي هو تبع حراتي ما بيحرط. يا الله، الحمد لله حرتنا شوي. يا سلام يا سلام. الحمد لله. ايه، فهذا كان هيك بالمزح. هذا من بين خالتي مثلا كانت تقول لي نعم. إياها. مرة ربيت تور ما حرت. من الشغلات اللي اشتغلتها اللي هي خلينا نقول كثير شغلات. حديد البناء، بسطات حديد بناء VLT. اكثر شيء كمهنه. ايه بلاط، معمل بلاط. يا سلام. ايه، الشغلات هذه الشغلات اليدوية اليدويه هي معمل البلاط. هذا كنت معمل بلاط. سنه معمل بلاط، سنه اولى جامعه. كيف هذا؟ لانه مو دائما موسيقى. معمل بلاط هو السنه اولى جامعه. تعرفت على صديقي رياض أضماني اللي بيعزف فلوت وعازف معي موكلي. وخدمت معه جيش تقريبا. هلا بقول لك هي ما حدا بيعرفها نهائيا. رياض خدم جيش في نادي الرماية عسكري. نادي الرماية بيعمل حفلات او ظهر او هي. فرياض كونه بيعزف فلوت خدم بهذا النادي، يعني جيشه يومين، جمعة واحد بس. وتيجي سيارة تاخده. مرة رحت معه يعني قال له مدير النادي، لأنه قدمنا بقى، كان يقدم فلوت على قدمنا عزف وغني ومع فلوت وكذا. انبسط وطار عقلهم. صرت داوم معه. صارت تيجي سيارة الجيش تاخذني من البيت سلام. يوم الأحد ويوم الجمعة. نحن ننبسط. أنا عم مع رفيقي. هاي الشغلة هاي ببلاش. شغلة ببلاش. أنا جيش. مو جيش بالنسبة لي، بالنسبة لصاحبي. شغلات، لا شغلات كثيرة. بس بحاول أتذكر. لك بيع على مواد منزلية، طناجر، مقالي، شو بدك، كاسات، صحون. يا سلام. ايه، قدام منه محل جاتو. انا بحب الحلو كثير. ليش عم بذكر كثير عشان كذا محمد وراثة اخذ يعني ما عم بتزودها. لا، محمد زودها. يعني انا بحب الحلو بس باكل كم اكله. هو بيحب الحلو بياكل بس اكلتين 3. لا، زودها محمد. نتوجه الحين من بعد الشغلات اللي اشتغلتها هذه، نريد نعرف أقرب شغلة أو أول مرة بدأت فيها الحياة العملية في كتابة الكلمات والتلحين والموسيقى. خبرنا عن بدايتك في عالم شركة الزهرة. العملي يعني عمليا هو أنا بعتبره أنت قلت في حياتك العملية. حياتي العملية هي الكرتون. هي الكرتون. مسيرتك قبل كاتب كتير. عندي 300 أغنية إلي خاصين ما إلهم علاقة بالكرتون. 3 أو 4 أو 5 منهم لغة فصحى، الباقي كله عامي الدارج. بالكرتون قلت لك هذا المسير إله. هلا هو بيستخدم كلمة مسير. هاي المرحلة الجديدة. ميسر لما خلق له. أنا تيسر لي هاد. يعني كل شيء سكب لصير ملحن وكاتب كلمات للأطفال. بسنة 91 صديق قال لي في هاي قصة، يعني في قصص حتى لو رويتها قبل هلا بس حلو منها العبرة. صديق قال لي انه في، يعني شفته صدفة محل كنت اشتغل انا بمطعم عازف اورج مع اغنية. فشفته صدفة قال لي عم يستنى حدا، لانه واقف ناحية مطعمنا، بستنى حدا موعده ملحن مشان شارة. قال لي وهي 3 يوم بستناه ما بيجي. تروح. هلا هذا الصديق هو قبل 5 سنين حاولنا التجربة، سجلت أغنية إلي، فكان هو مهندس صوت فيها، وهو أخو صديقي عازف ترومبيت. فلما قال لي تروح، قلت له يعني بيعرف إنه أنا بلحن. رحنا شفت الأستاذ مناع حجازي، قال لي الأغنية كذا كذا موكلي، اللي هي كانت موكلي أول أغنية. شو هي كذا كذا. على فكرة أعطيني فكرة عن العمل. عرفت أقرب إلى حي بن يقظان الفكرة بشكل عام. نعم. فأنا ما بعرف العمل. هلا كثير بيسألوا إنه أنا كنت بتشوف العمل. لا، مو شرط نهائيا. بتاخذ فكرة وملخص، وأحيانا بعض الأعمال أول 2 3 بس بتبين لك. لا، مو بس بتبين لك، أصلا ما بيكونوا باعتين لك الحلقات كاملة. نعم. الجهة اللي المهم
ايه بعملها اوكي. رحت بعد اسبوع رجعت لعنده، حطيت الكيبورد. كان كيبورد بوقت مو بزمانها كان متقدم لسه 5 سنين، يعني اللي بعد 5 سنين صار شيء يا مثله. سلام، سنة 91 هذه. 91. ايه واحد شاب صديق، مو صديق، تعرفت عليه يعني صار صديق. كان جايبه معه من امريكا، حتى هو 110 فولت مو 220. فاخذته منه. المهم سمع، ما شوفوا عيونه بريق، وهو يضحك، بعدين يضحك. شو في، انا ضايقت. نادى للشباب، كان امل حويجي، يمكن مروان فرحات، نسيت مين في من الشباب، ايمن الساري يمكن، شو اسمون، مازن ناطور، وضاح حلوم. عم بحاول اتذكر نعم. اسمائهم. نادالهم اجوا، قال لي يلا عيدها. حطيتها هي بالشغله وغنيت. هو يضحك، عم يضحك ومبسوط، مبين مبسوط. انقلقت، انا تضايقت، ليش عم ضحك يعني، بس مبسوط. فهمت شلون يعني، ما فهمت نعم. الحالة. طلعت الفكرة باختصار انه انا عاملها بالعامي، فهو مبسوط ان الاغنية حلوة والكلمات حلوة، بس هو بديها فصحى، ما انت بيعرف. غنيت موك اللي كانت بالعامي كانت بالعامي ايه. بالسوري؟ بس انا ايه بالسوري، لسه بعيد كثير عن هذا المجال. تتذكر الكلمات شو لا كان؟ والله، ابدا. علما شوية. اني مسجلها على كاسيت وراح طبعا. آه لاني يعني دليل اني انا مالي بهذا المجال، انه انا شاب سوري عم يطلب اغنيه كرتون لعمل بده ينعرض بالتلفزيون نعم. سوري. متوقع هيك، ما بعرف انه راح يدور على عملتها العالم بالسوري. كله. عملتها بالسوري عادي، بدون نقاش، بدون ما اسال يعني. المهم عدتها بالفصحى، وبعد من اجى يمكن الثانية صياد صغير، يمكن لا كابتن ماجد. هذه قبل سبيستون ما وقبل في سبيستون، الزهرة. قبل سبيستون ب10 سنين. هي يعني بالزهرة. ايه سبيستون 2000. ايه في 91 في مركز، هذه اول اغنية مع مركز الزهرة. اول اغنيه لمركز الزهره، في بعدها ايه اودين، في عمل اسمه اودين كوكب. أودين. شو اسمه، له اسم تاني، هو اودين او فرسان فضاء، الاسم الترجمه يعني اثنين معروف. فرسان الفضاء. فرسان فضاء او اودين، يعني هذا بينهم تاني عمل. ماوكلي بعدين فرسان الفضاء، نفس ايه السنة ولا؟ نفس الوقت، نفس نفس الاسابيع، اوكي. خلال اسابيع. بنفس الوقت كمان كابتن ماجد، موكلي ان كان خالص ابتدوا يا سلام، هذه الفترة يدبلجوه. الذهبية في العمل. ايوه ايه. هو دغري بقفوا بعضهم. كابتن ماجد بعدها الصياد الصغير على ما اعتقد، والسباق الكبير، ولحن الحياة. بعدين لحن الحياة تركت. صحيح، هي كمان كونه بالمكنون رح لك تفضل. حادثة، معلش مفيدة شوي. يا ريت والله. بلحن الحياة أنا مستمر بقى معه، هون عم مساوي. استلمت روبن هود، بدي اشتغلها، وكنت عم بشتغل بلحن الحياة. عملت كل شيء عزف، لأنه ما في، كان في شغلة بسموها المؤثرات. نعم. بالأعمال لما فبيبعتوا 2 لاين، واحد صوت، واحد مؤثرات أو الموسيقى أو إلى آخره. أغاني لحن الحياة ما في الموسيقى، ما فيك تفصلها، نازلة مع الصوت. فكان لازم يعاد صنعها. فعاد صنع كل الموسيقى، شيء اللي عزف أورج، اللي كان أورجان على الأغلب، وشيء اللي جيتار، كمان جيتار على الصورة، يعني ما عم بشتغل بالوزن. نعم. إنه شلون الصورة أعزف، شو اللي شايفه مع السمع طبعا. واستلمت روبن هود، واجيت بدي سجل اخر اغنية بلحن الحياة. لقيت واحد فايت عم يسجل، بده يسجل روبن هود، وجاي حدا يكتب كلمات لاغاني لحن الحياة. لا بس كلمات لحن الحياة. هلا هيك طلعت. طب انا عم بشتغل فيه، سويت الكلمة الاغاني، عم استنى الكلمات، يعني بدي اسوي الكلمات. نعم. وبلش سجل، جيبوا حدا تاني. انه اجى حدا تاني، اتذكر شغلي. نعم حذر انه ما يكون خذ راحتك يعني. حكي مس حدا. ايه المهم ما عجبني الفكرة، يعني الحالة. انه كيف يعني انا ايه شغال عليها تركت ومشيت، وعرفت انه اخذ نعم. هو الشخص نفسه عاطينه روبن هود انه يساويها.
تركت ومشيت وما عاد رجعت وما عاد اتصلت ولا اتصلت لأجري حتى أجر الأعمال، يعني إنه العمل اللي عم يشتغله تركت 6 شهور تقريبا. 6 شهور انفصلت عن عمل عن تركتهم خلص، تركتهم منوب. ايوه، فصار انه في اجر يعني. نعم. رحت عرفت انه هي كانت جابوا واحد مشان يحفزني. يحفزك؟ ايه، قال لي انه بيحفزك، يعني بصير في تحفيز انه هذا. انا طبعي الحل الحقيقي الى الان ما بدخل بمنافسه. يا سلام. نهائي. لا برضى اني طلعت الاول مشان خاطر ما بكسر خاطر الثاني، ولا برضى اطلع الثاني. يا سلام. يعني جربة ثاني وثالث ورابع، وكمان مشان ما اكسر خاطر ثاني ثالث ورابع. ما تحب تدخل في ما بدخل بمنافسة، بنافس بلعبة وبخسر، ما عندي مشكلة. نقعد نلعب شدة، نقعد نلعب شطرنج، وبقول لك راح اغلبك، مو بس راح اغلبك، راح اكسحك وبخسر، ما عندي مشكلة. هدول منافسين، اما منافسات حقيقية لا، استحالة. ما بقبل الثاني وما بحب وضع الاول. ليش ما تحب الوضع الاول؟ مشان الثانيين بحبه كشخصي، ايه طبعا بحبه، بس ما بحب تأثيره على الثاني والثالث والرابع والخامس. نعم، فهمت عليك. اي، مو الكل. انا ما عندي مشكله، مثلا قلت لك ما بحب كون ثاني ثالث رابع خامس. نعم. بس قلت لك التأثير ممكن يكون سيء على بعض الناس. تأثير انك اول نعم. بيجوز يكون سيء على الثالث والرابع والسابع حتى. صح، بتخلق ما بتعرف وين حساسيات او يعني. ايه، فلذلك ما بحبه، ما بحب منافسه نهائيا. اما هلا مثلا انا بوضعي كموسيقى كملحن، فلان إن احسن ولا انت؟ بقول لهم فلان، او كل واحد بمجال، او ما له مشكله، لا في احسن مني. انا كنت اقول لهم انه شايفين البنايه الزهره كانت يمكن 12 13 طابق، قلت لهم هل تعلموا انه ممكن يكون فيها بطل عدو جري ما جرب؟ باقاصي سيبيريا في واحد هو بطل العالم بال 1500 متر، بس ما جرب ما جرب وما بيعرف، ما حدا بيعرف. ببنايتنا ممكن يكون في 3 أو 4 ملحنين احسن مني. يا سلام. وبجوز ما بيعرفوا. فالفكرة انه اوكي، ما عندي مشكلة، احسن مني انت، اوكي. مو مشكلة. لذلك الى الان انه فلان احسن يا سيدي، احسن بكل شيء. ما رح تنقص مني شيء، رح يتم طولي نفسه، وزني نفسه. والطارق علي الطرقان هو الطارق، حالة متفردة. لا خلي لك، لا مو بهذا القصد، مو بهذا القصد. انا قصدي فعلا كشخصي، احنا كشخصي، ايه انا كشخصي ما بتأثر معي. احسن مني يا سيدي، ايه طيب اوكي احسن. فهم جايبوه عشان يحفزك. جابونا ايه، قلت لهم تحفيز، شو تحفزني؟ جديدة هذه. تركته. ورجعت بعد 6 شهور. رجعت بعد 6 عملت شهور. معهم كم عمل تقريبا؟ روبن هود رجعت عملتها؟ لا، روبن هود كان عملها. هلا انا كان يفترض موكلي غيرت اللحن. نعم. لحن الحياة هو ساوند اوف ميوزك، صوت الموسيقى، فيلم. نعم. فكان لازم يتموا الكلمات لانه معروفين، فيلم عالمي يعني. السباق الكبير كمان كانت نفس اللحن، بس نفذتها هي أنا قبل ما أترك، كمان قبل اللحن الحياة. فالمهم لو أنا كنت بدي غير روبن هود، يعني أنا كنت دائما مع التغيير، إنه قيم اللحن، حط لحن أنت تحطه. وقام سوا صديقي هو معن الصالح الله يذكره بالخير، ملحن. هلا بقول لك شو السبب كمان. أنا تركت لمن إجا. نعم. مو عشانه هو، مو عشانه. نعم. عشانهم هن. ايه. فالمهم لانه هذا بعد فتره، وهو ملحن ومغني، بعد فتره هو طلب مني شاره لحدا، لا شو اسمها، كاميرا خفيه. كان هو المخرج، كاميرا خفيه، اشتغل مخرج. نعم. هي فطلب مني الشاره. إيه. المهم كنت عم بحكي لك على بعد ما رجعت ب6 شهور. ايه، بعد ما رجعت ب6 شهور خلاص، الى تقريبا من 4 سنين. يعني من اوكي، من سنة 92 لسه بال91. هي 6 شهور ما راحوا تقريبا. ايه اوكي. يا اما 92 ما بعرف، بس المهم اني فترة 6 شهور. جميل. تقريبا. رجعت بعدها الى قبل 4 سنين 5 سنين، لانه بعدها الزهرة هي كانت. نعم. بعدها سبيس تون بال2000. الزهرة فتحت. خبرني من 91 الى 2000.
إيه. كيف كان التسلسل؟ كملت مع مركز الزهرة؟ كله مع ما كان في غير الزهرة أصلا. نعم. يعني ما في غير مركز الزهرة، زي اللي ما بيعرف هلا مركز الزهرة بال2000 رح لك، هو ما بدي شوش بس يلا المعلومة تفضل. لأنها هي كنا رح نعمل أو كان في مشروع ينعمل راديو، إن مركز الزهرة تكون تعمل راديو أوكي. راديو لحاله غير شغل الكرتون. بعدين لا نعمل 2 ساعة صورة، جميل. عمل إنه يصير يتسوق 2 ساعة. بعدين لا قناة، كله هذا الحكي تبع الزهرة. نعم. قناة أوكي، فتحت قناة سبيستون. قناة سبيستون هي أعمال الزهرة كلها، ما في شيء تاني. فيما بعد صارت تعمل أعمال هن نفس تبعات الزهرة يعملوا. مثلا أنا عملت مثلا من اللي عاملون أمي كم أهواها، هي تعتبر لأنه مو بفيلم مو مسلسل، أغنية مستقلة راحت بشغل سبيستون. ما كان في مجال بوقت الزهرة نعمل أغاني إضافية، لأنك أنت عم تبيع عمل هنن، يعني قصدي عم يبيعوا عمل لليمن، لليبيا، للإمارات، للسعودية، للجزائر، عمل اسمه موكلي، بس ما في مجال تحط فيه أمي كما هو مثلا إلا إذا كان داخل العمل. مع أنه عمل موكلي بين قوسين كان في مشروع أغنية للأم يمكن حلقة 3 أو 4، فعملت الأغنية ولغوا الفكرة. بعدين استخدمتها في مناسبة عيد الأم، نفس الشيء يعني. يا سلام. هي عمل يعني صار معي معناتها مرتين، مو بس مرة واحدة. مرة استخدمت أول أغنية بساويها، ومرة شارت موكلي، يعني عمل موكلي فيها الأغنية استخدمتها يمكن بال2007 أو 2008. احنا نتذكر سبيستون. الأم أمان. سبيستون بدأت برنامج أتوقع على قناة البحرين أو شغلة، أو كان لها بدأت بالبحرين. إيه لا البث، قضية البث يعني كان في من البداية كان البث على البحرين. على البحرين، ومو فترة كاملة. وذكر أنا وقت اللي ابتدى البث نحن عم نستنى الصبح، ايه، والفوتة بأغنية بسم الله والنفق، وكنا شاغلين تعبانين ومدري شو. ذكر بكيت وضحك وبكيت. يا سلام. لحظة مؤثرة قاعدين عم نستنى انطلاقة سبيستون. ايه. واللي من اللي شاغلين بسبيستون كلهم هن الزهرة، نفس الفريق نفس فريق الزهرة، زائد كم واحد صورة. نعم. ومونتاج. وهنا كانت البداية الجديدة خلينا نقول في سبيستون. ايه صارت صار لأنه صار في مجال تعمل أشياء خارج عمل المسلسلات أو الأفلام. طيب أنا عندي سؤال في المجال الفني تحديدا. طبعا احنا عارفين ومتأكدين ان الأستاذ طارق العربي طرقان هو بالنسبة لنا الفنان الأول في ذكرياتنا وفي أعمال الكرتون. من الأشياء التي تطرح وسمعناها كثير ان الأستاذ طارق العربي طرقان هو اللي يلحن، هو اللي يكتب الكلمات، وممكن انت تختار شخص ثاني يغني من اختيارك انت تشوفه شخص مناسب ايا كان هذا الشخص. من السؤال يطرح يقول لك ليش الأستاذ طارق العربي طرقان ما يخلي صوته هو الصوت الأوضح في الأغنية؟ ليش دائما يكون باك جراوند؟ إيه. هلا مع انه كثير بيعرفوه بيميزوه، وقد يلام. وفي ناس عفوا عن المقاطعة، في ناس انا سمعنا ان من فنانين اصلا ان يعني ليش طارق العربي يعمل كذا، لانه يمكن هو خلينا نقول ما يقدر على الاغنيه فيجيب حد ثاني ويغطي بصوته. هلا لا مو انتقادات من فنانين مو صحيح، منه بالعكس، عكس تماما. لانه مثلا في كثير اغاني لسنة 94 او 95 كانت بصوتي فقط. سيمبا، موكلي، فما فيك تحكي على واحد غنى. ما بذكر كمان شو في اغاني ميغالو، كلهم هذا اللي غناهم مغني، مو بياع فول. طبعا مع احترامي لبياع الفول لانه ممكن يشتغلها، ما عندي مشكله فيها. بس كمهنه مغني. يعني انا شاغل بالليل، يعني شاغل بمطاعم، شاغل باوتيلات، شاغل بوسط الغناء، مو عيب. انما مثلا انا كثير بيقولوا لي نحن بنسمع الصوت الباك جراوند بننتبه له، ملاقيه شيء غلط. مالك ملاقي شيء غلط، بس انا طبعي بقى اولا بحب نوع باللي غالبا مو نوع، يعني حتى في فترة كتير كانت رشا فقط، بس يكون صوتين، ما بحب اطغى على صوت الثاني، هي اختصاره جزء منها. اثنين، انا بدي صوت رشا، طيب انا تحتها يعني بحطه وبطي،
بدي صوت عنان، حطه بطي. بدي صوتك، حطه وبطي لا صوتي أحسن لك مو تحتك. صوتي أنا. خلي لي اياك، لا تسلم لي حبيبي. فبحط فهمت علي شلون؟ نعم فهمت عليك. بس اصلا بكون معلمه للي غنى كل شيء، نعم معلمه الحرف. يعني بعض اللي غنوا معي بيقول زال الذي، الوحيد معلش قول الذي. سائر، عيدها تسلم لي. سائر في يا احرف سلام. اللثويه. تفاصيل هذه الناس ما تعرفها الناس. ما بيعرف ايه، لا هلا هي هذا الصوت اللي تحت هو مشان يعرف يغني الشخص. نعم وعيد وعيد وعيد. فبعض مثل ما قلت انت انه البعض قال ما بيقدر لانه ما بيقدر. مم. ما بقدر. انا عامل لك الليد. بتعرف شو يعني الليد؟ أنا ما أعرف. الليد هو يعني مثلا بدي اياك تغني سيمبا، بقوم بغني هل شاهدتم ذئبا في البرى، يلا تعا يا نواف غني فوقها. نعم اسمعها حفظتها، اوكي تمام، تعا عيد. لا عيد، لا عيد، بعدين بحط صوتك ونوب صوتي نفسه. فانا عامل لك شيء تمشي عليه. شلون ما بيطلع بايدي. يا سلام. يعني أنا واحيانا على فكره، عفوا انا اسف عم بدي اقاطعك، تفضل. احيانا يساء فهم انا اسف اولى، يساء فهم التواضع. يعني انا بقول عن حالي متواضع، وانا بعرف حالي انه متواضع، لانه التواضع اللي الله بيرفعنا، الله بيرفع اللي بتواضع. انا بآمن فيها. اثنين، ما فيني اتكبر بكل اختصار وصراحه. يعني حتى مرتطني هالقصه بكتير شغلات، حتى بشغلي ما بحب كسر خاطر حدا. ياما سجلت لمغنيين 4 ساعات ومن اول 10 دقائق عارفه ما مو صالح، وعيد وعيد مشان ما اكسر بخاطره، وكمل وهي ومعليش وهي ونجرب وخلينا وناخذ ومدري شو. ياما والله ندمت على اكثر هالشيء من عمو؟ ما بندم ولا اندم. حتى لو انا الفنان كنت هذا بعد بقمه فترة. لا ما ندمت ولا راح اندم. كنت بقمه الحاجه الماديه. انا كنت عم بيع آلاتي في فتره. نعم يعني مو ما في عندي معلقه ذهب، لانه انا بديت من بدي الصفر. ارجع. بديت من الصفر. ما اعتمدت على احوالنا. انا عائله امي قادرين انه ما قلت لك المدلل، فكل شيء موجود. خالتي بتشتغل، ما في عندها لا زوج ولا هي، وربتني انا ما عندها غير هالولد. فهمت علي؟ يعني لما بقول لك تواضع، ايه بعرف انا من الكتار اللي قالوا تواضع تواضع تواضع، فلذلك عم بتجرأ وسميه تواضع، حتى لانه بحس له انا عم بقول انا متواضع فيها جزء من الغرور اللي بيقولها، ما المفروض انا اقولها. بس انا طبعي هيك، يعني حتى بعاني من مع اولادي. انا انا اكثر من طبيعي، اكثر من تواضع وصل. يعني انا تعبت بقعد على الرصيف. لا بابا. شو لا بابا فهمت علي فهمت شلون؟ عليك، ايه فهمت. انه مو قابض يعني الحياة اسهل بكثير الحياة مما بسيطة. ايه. وبكره المغرورين. هذا اللي بكره مؤقتا، لانه الكره كلمة كبيرة. يعني ما بكره نعم. حدا، انما بلحظة تكره الموقف موقف المغرور. موقف المغرور كثير كثير كثير، الى درجة ممكن يصير ضده بس بشكل لعب. يعني انا مثلا كنت عم شجع هلا بفترة، انا مو تبع رياضة، بس بشجع دائما الضعيف، وبشجع القوي على انه يخسر. برافو، ضربها برا مع الطرف الأضعف. بصفق له لانه ضرب الطابه برات الجول مثلا. وبعض المغرورين من اللاعبين، ما بدي اذكر كلام هلا، نعم. لانه بعرف في بعض المشجعين والمغرورين من الفنانين. ايه بكله. هلا المغرورين من اللعيبه ما بحبون، بس ما بعلن. بخاف تكون انت بتحب فلان لا خذ ما راحتك بدي يعني. ازعلك. لا ما بعلن. المغرورين كلنا ما ما نحبهم أكيد. بعلن ايه. لا بجوز يعني بجوز حدا تلاقيه انت تقول لا مو مغرور، نعم. مو انت غيرك. عمو طارق، الحين صانع الأغنية تعود. صانع الأغنية هو من يكتب الكلمات بالدرجة الأولى. ايه هلا بالنسبه للمعترف فيه هو حقيقه، بعدين بتكتشف انه حقيقه. يعني انا استغربت لما عرفت اول شيء بحقوق التاليف صاحب الكلمات، ثاني شيء الملحن، ثالث الموزع. استغربت وجود الموزع، بعدين ما استغربت لانه بدون توزيع الاغنيه 3/4 عطار كوني. الكلمات كنت مستغربهم، بعدين لقيت لا مو مستغربين، هن الحامل يعني الموسيقى معمولة أصلا لا تحمل هدول، هن الموضوع الأساسي اللي محمول على الموسيقى. رابعا يعني هلا نرد نعيدون، كاتب الكلمات، الملحن، الموزع. رابعا من تنازلنا له عنا.
يعني إذا كان صاحب الكلمات تنازل لمغني أو لشركة أو باع على حدا أو الملحن أو إلى، لذلك مثلا ما فيها حقي كمغني أنا. نعم. فأنا ما بقول لك أنا الأغنية هي تبعي لأني غنيت فيها، تبعي لأني لحنتها، ماني ذاكر صوتي منوب وأنا مغني فيها سيمبا. وأنا غنيتها، أنا مو تبعي لأني غنيتها، سيمبا تبعي لأني أنا كتبت كلماتها، لأني لحنتها، ولأني وزعتها. جميل. هذا غنيتها موضوع تاني. في مغنيين يقول لك أنا لأني جيت وأديت فأنتوا تحتاجون صوتي، لا صوتي لا كان قوي فأنا أحق بهذه الأغنية. لا، هلا الصوت إيه ما فينا ننكر، مثلا أنا بحب مثلا صوت رشا، نعم. إيه إنما كان فيني أجيب بدالك وعندي بدالك مثلا ما بقصد هي أجمل صوت أنا تعاملت طبعا معه نوجه رشا. لها تحية طبعا. تسلم لي حبيبتي، بنتي، يعني أنا بعملها كان أكيد. كبنتي. فلان بدون ما أسمي أسماء، فلانة، كلهم كأصوات بموقعهم أنا اللي اخترته، مو لأني ما بقدر أعمله. أنا كان فيني ريمي ما تغني يا رجاء، غني أنا صح. وبتطلع دي ما كنت سيمبا أنا في غنيتها، كان ممكن يغنيها عبود زيادة أو البير أو عاصم سكر. نعم. موجه له تحية عاصم سكر من طبعا. الأصوات. أنا قلت بحب رشا، صوت رشا، ومن الأصوات كمان الحلوة بالنسبة إلي عاصم سكر، وما مهضوم حقه. مثل ما بقول كنت على سامي كلارك، الله يرحمه. الله يرحمه. سامي كلارك ما ظهر، نعم. مع أنه من أجمل الأصوات في العالم أكيد. العربي، أجمل الأصوات على الإطلاق. عاصم صوته كتير ممتاز، كتير كتير، يعني أنا بحب صوته إلى الآن. حظ يعني أنا برأيي يعني إنه قصدت إنه ما يكون بموقع مثل راغب علامة ولا فلان ولا فلان، هذا حظ. الله يا ربي يرضى عليه وينوله اللي بباله، ماشي وراضي، وانا مثل انا ماشي وراضي بموقعي، كل واحد راضي بموقعه. ايه بس مو الشخص اللي بيصنع الاغنيه، الملحن والكاتب هو اللي بيصنع الاغنيه. مع انه صوتي، انا كثير بيقولوا انه بنحب صوتك، انا بستغرب، انا بكره صوتي، بالعكس. يعني بحاول اقبله، والله العظيم بقبله مشانكم. معقولة عم ايه والله. هو يمكن في، ما بعرف شو القصه، انه في ناس كثير بيكرهوا صوتهم، حتى يمكن لما هذا نسمع شيء نفسي صوته. بس ايه بعرف، لا بعرف انه بأدي بشكل خاص، وبعرف كذا وبعرف كذا، واحيانا بعمل غرور على اولادي، فيكم تقولوا هيك، فيكم تعملوا هيك، مزح طبعا. ايه كثير الدور للصوت، كثير في دور. نعم. انما بدون ما تحمله بدون كلمات، الكلمات والمعنى طبعا مو الكلمات والمعنى. ايه طبعا، لانه هي نفسها اللي بتخلي لك الزلمه فوق او تحت. ايه بس عموما انه هي الكلمات، اللحن والتوزيع. هم طارق. رابعا انا كمغني، هي عم اقول لك اياها علي وعلى الباقيين. بالمرحلة الرابعة يأتي الأداء الأغنية بالمرحله مو المرحله الاولى. زائد انه انت انا فيني غنيها. صح. ريمي بغنيها ببساطه، صح. كان مرت بإمكانك أن بخاطري تغني. فكره، بس انا جبت رشا. ما هذه الفكرة، أن يعني عذرا على الكلمة هذه، سامحني عليها، لأن سمعتها من شخص معين أو فنان أو يقول طارق العربي عمل كذا وكان بدور كورال، مع أن أنت اللي كاتب الكلمات وأنت اللي عامل لحن وأنت اللي مختار اللي. والكورال اللي عم يقول عليه هو الباد ساوند اللي حفظ منه الأغنية، غير انه ما سمع، غير انه حفظ منه الأغنية. انا واقف عم قل له بالحرف عيدة، واللحن هون هيك، لحن هون رح نفترض سين، رح اجيب أغنية مو صح. رح افترضها انه كأنه طول غيابك يا ليلى، هو عم يغنيها فرضا، طول غيابك يا ليلى، بس هيك طول غيابك يا ليلى، طول غيابك يا ليلى، وطول عذاب. لا عيد حتى غناها مثلي، بس غناها مثلي نوصت صوتي بتقلي كورال. يعني فهمت كيف؟ ومع ذلك ما عندي مشكلة. لما قلت لك قبل شوي انه اذا حدا بيقول ان انا احسن مني، طب احسن مني، اذا بيرضيك هذا وانت مبسوط، مو بمعنى بيرضيك عني، بيرضيك إلك، بيرضي غرورك يا سيدي. انت ابو مين اشتغل هالشغله، ان كان مغني، ان كان ملحن. فهمت شو قصدي؟ انا دائما بقول لاولادي او لاصدقائي، بيقولوا لي ايه ما بيسوى الشخص رايي هون. نعم. مو مبسوط بحاله، إيه بس هو مو هيك، شو بدنا فيه، شو بدي فيه،
خليه مبسوط، الكبير كبير. خليه الله ايه لا، يحفظك. وخليه مبسوط، لانه ما بتعرف يعني. انت اهم شيء انا بدك الناس كلها انا تكون شو مبسوطة. بتضرر، هذا شو بتضرر؟ ما بتضرر ولا بتفرق معي. نعم. بيجوز رأيي تم اقول انا احسن منه ب 7000 مرة، ما بنطقها. مبسوط انك انت احسن مني ب 7000 مرة، خليك. خلاص احسن مني ب 7000 مرة، انتهت القصة. انزين استاذ طارق، عيني. خرج من تحت ايدك فنانين، يعني ايه فينا نقول ايه؟ نقدر نقول مثلا الفنانة رشا رزق. ايه خبرنا عن بداياتها، كيف كانت بداية رشا رزق؟ رشا بسنة يمكن بتصور 94، 94 يمكن ايه بعتقد يوم 94 تاريخ ميلادي. ايه ما ايه. يمكن إلي صديق كان جزائري الله يذكره بالخير، مخرج، هو هلا مخرج واخرج اغنية وردة اذا بتتذكروها، كرتون، عملها كرتون نعم. مع وردة جزائرية. قال لي انه في صديقة له اجت جابها، يعني المهم باختصار مشان ما اطول لك، جابها قلت لها تعي اليوم الفلاني انا في عندي اغنية شارة مجربك، يمكن بعتقد كانت عبقور، كم كان عمرها رشا؟ كان بكالوريا 18. لسه صغيرة كده. ايه لسه ما درست الجامعة. ف اجيت عجبني الصوت، نفس القصة في باد ساوند، يعني بده يتنفس، فعجبني الجايد، هو منيح. انا عم بتلقى مساعدات، انا بسميه باد ساوند، تسمية حرفية حسب شغلنا. نعم. ايه بس هو جايد فعلا، هو اللي بدلك كيف تشتغل. حاول اتذكر اي اول اغنية. عبقور. يمكن عبقور، ايه يمكن بتصور عبقور. صديقنا عبقور، صديقنا عندنا ترور، دم دم دي دم دي دم دي دم دي دم. ايه فهي يمكن اول شارة، وانطلقت بعدها معي طول الوقت. فانت اعطيتها الفرصة من البداية واثبتت. طبعا رشا صوت يعني صوت جميل انا قلت لك عندي الصوتين بالنسبة للصبايا. رشا نعم. في يعني في بموازاتها وقراب عليها عنان، بس ما بدي اهمل دور عنان، صوتها ما شاء الله وشخصيتها. عنان خياط. في نور العربي صوت حلو، بسمة جبر حلو. سونيا من ألذ الأصوات، وأقرب لأقرب كمان يعني كلهم الحمد لله كلهم أصواتهم آلة صغيرة. ابتدينا معها بال2000 يمكن. يسعد مساها، هلا بتاخذ العقل، موهوبة كلهم. ما فيني اقول بدي، بس اذا بدي اقول بشعارات بسيطة، لانهم كلهم بصراحة بمواقع عالية، يعني كلهم اوائل. فهمت شو قصدي؟ هو الفروق بسيطة وشخصية. يمكن انا حب صوت رشا، الثاني يفضل صوت عنان، مع اني انا بحب صوت عنان كثير. سونيا بس سونيا صوتها جميل فعلا. سونيا من الشلة كلهم شهرزاد اول مين اشتغل معي، ما بدي اظلم حدا، كتار اشتغلوا كلهم، كل اللي اشتغلوا اصواتهم حلوه جميله جدا. يلي بسمعنا منهم تحياتي لهم لانه ابدعوا. واللي نسينا اكيد حيعذرك. اللي نسيت اكيد إيه حيعذرك. لذلك انا ما بحب اذكر اسماء، يعني بتضايق اذكر اسماء، ما بذكرهم كلهم لانه هلا صحيح لازم شغله احكيها، معلش كوننا نحن عم نحكي مكنون. أكيد. بكتابه الكلمات انا اغلب ما قدم كلماتي، اغلب ما قدمته انا كلماتي. انما في غيري بيكتبوه، يعني انا مثلا معجب كتير كتير يعني بشكل لا يصدق هيك، وبشكل عاطفي، و فيه رقة بشفيق بيطار. شفيق بيطار، دكتور شفيق بيطار، كتاباته بتاخذ العقل. يا سلام. بعضها انا بقول يا ريتني كنت هيك اقدر اكتب. دكتور احمد نتوف، في قحطان برقدار، في كتير بيكتبوا. هشام كفارني، هشام كفارني ممثل وبنفس الوقت بيكتب، مثلا له تبع فلة عيناها بن يمني والشعر ليال غجرية، تمشي كغزال ليبي والخد ورود شامية. شو محل الكلمات هذا هشام. ففي كتير بيكتبوه نعم مثلي وأحسن مني. فمو الكل، يعني مو كل شيء أنا عامله تبعي إنه أنا الأفضل كلمات، لا، بس شيء من اللي الحمد لله عملته بعتقد إنه أنا كنت نموذج. يعني أول ما كتبت موكلي
وكتبت مدري شو مدري كل شيء اجوا فيما بعد. كل تراث الزهرة ب5 سنين. مدرسة طارق العربي طرق. مو مدرستي، لا، هيك الكلمات، فصار ينسج على منوالها. يعني انت اللي بدعت الطريقة هذه، لان كانت انا حسب ما انا ما اذكر، بس حسب ما كنا نشوف ان اعمال الطفل كانت ابسط، يعني مرحلة ما قبل طارق عربي طرقان ابسط. بسيطة الكلمات، الافكار بسيطة. صح كلام. بعد طارق العربي طرقان صرنا نسمع ابرقي ارعدي طال الوعد خلي خبرني طالما دخلنا على الكلمات، خلينا نتكلم شوية عن كتابة الكلمات. تفضل. وعن طريقتك في كتابة الكلمات. الطريقة المعتادة واللي احنا نعرفها قصيدة تلحن تؤدى. طارق العربي طرقان بما ان انت ملحن وكاتب، تلحن اول ولا تكتب اول؟ انا بستغرب. انا بقول بتولد اثنين، والحقيقة على خطين، يعني كأنك عم تبني طريق على التوازي. نعم. انا بعمل او عم ترفع حائط، فهو لب بلوكي هون وبلوكي هون وبلوكي. هذا البلوكي لقيتها واطية بقيمة وبحاول عليها، بس عليها بلاقيها هي واطية. البلوكي الثاني بقوم بعليها وبغير هي. فهي مرحلة بناء متكاملة بين الكلمة واللحن، واثنين بيخدموا بعض. لذلك أنا أغلب اللي بكتب له بس بتسمح لي غير، يعني ولما عم بغير إلك لساتها كلماتك، بس بغير مشان أكسر قافية مثلا. ما تم على قافية واحدة تلاقي بدي شيء غير فيه. فالغالبية اللي بتسمح لي هذا في حال بدنا نلحنها. نعم. باخذ أول شيء الموافقة على إنه ممكن أكسر. هلا اللي عم لك إنه المكسرة، يعني مو مكسرة قصدت مشان روح الرتابة تبع الأغنية. فرضا هلا رح لك أغنية كونه أخونا الصغير، انت بدك تقول اخونا صغير، انا ابني الصغير، اخوك الله يسلمه. انا هلا بدي احكي مكنونك، يعني احكي عنك اخوك بيشتغل بالاطفاء. ففي اغنيه ان شاء الله بدي اسجل له اياها اذا الله راد، له شخصي. تشوف فيها القافيه بقى، مثلا لما تقول بين الماء وبين النار انا مشغول باستمرار، راحت القافيه، ما كان بين الماء وبين النار انا مشغول باستمرار، انا اطفائي، هذا ردائي، نار امامي نار ورائي، عملي هو اطفاء النار. مو نفس القافيه. رجعت للقافيه الاولى. ايوه رجعت للقافيه الاولى. هلا غنيتها غلط انا على فكره. شلون اذكرها؟ بس غنيتها قدامك ما شو انا اطفاء النار بين شو كان نار باستمرار. هذه ما طلعت هالاغنيه على التلفزيون. لا ما طلعت. هذه مكنون. هي من جيل هذا امي كم اهواها. نحن بفتره كان يفترض نعمل اغاني ونصورها او نعمل لها مونتاج، فنعمل لامي كم اهواها ونزلت بسبيستون. اطفائي لا في الجار، يعني بتحكي مثلا عن محيطك. يا سلام. طيب ليش هيك انا تضايقت عن ما ذكرت لحنها؟ انا تغنيتها معانا قبل شوي. نار امامي نار ورائي، عملي هو اطفاء النار بين الماء وبين النار. ايوه انا مشغول باستمرار بين الماء وبين النار، انا مشغول باستمرار، انا اطفائي، هذا ردائي، نار امامي نار ورائي، عملي هو اطفاء النار. يا سلام. هذه الأغنية ما طلعت. هي ما طلعت، وهي هداء لهزاع. خذ هزاع. طيب لو سألتك شو أكثر أغنية كلماتها قريبة على قلبك من شغلك؟ من شغلي سيمبا، واحدة من بيناتهم. سيمبا كتارني كل واحدة بشكل. ايش معنى سيمبا؟ فيها شوي ما بدي أقول فلسفة كتير، فلسفة يعني هي فلسفية، هي فكرة قيم. هي فكرة القيم. هلا أنا قلت هل جاتم ذئبا في البراري أكل أخاها، هل جاتم في كلها بنوع عم بحكي على السالب إنك ما تعمله. هل جاتم تساؤلات، كل أغنية تساؤلات. فينا يكذب ويسرق ويشهد زورا ينكر حقا ويشير يمشي مغرورا بأداء. ما شفتوا مين اللي بيعملون هدول كلياتهم؟ الإنسان. فلا تقول لي يا ريتنا شو عايشين بغابة. أنا بقول يا ريتنا نعيش بغابة بالمعنى الحقيقي تبعها. نعم. انك حاجتك ما بحياتك ما رح تشوف بالغابه
اسد او نمر مصمد 7000 غنمه ذابحهم وحاططهم مصمدهم له صح. اكلهم، بياكل حاجته مسكين بغض الحيوان. النظر. والله من الحيوان كثير. ايه ونحن من بنحكي على المفترسات اللي بياكلوا الحيوانات، انه مفترس. نحن شو عم ناكل؟ احنا بناكل بشر. شو عم ناكل؟ عم ناكل بس بيض. بيض عم ناكل دجاجة، عم ناكل بقرة، وعم ناكل. صح. إيه نحن من المفترسات نحن كمان. من المفترسين. فأنا الفكرة القصد فيها، لا نقيم المزح على جنب، القصد فيها المعنوي. جميل. إنه بعد عن الغيبة، بعد عن يمشي مغرورا بأذاه. تخيل يعني، مو بس مغرور يأذيك، ومغرور بالأذى تبعه. يا سلام. يعني قدر يأذيك. بعد عن هدول. يا سلام. ففيها وجهة نظر قريبة كثير لموكلي كمان بنفس الوقت. قريبة حي بن يقظان، الفكرة اللي قامت عليها حي بن يقظان مشان فحص مثل موكلي، بس مشان يشوف شو تصرف إنسان ببيئة ما فيها حدا، ما متعرف على هذا غير حيوانات. فلتحذر أن تغدر. أن تغتر. أن تغتر. قلت تغدر طول عمري ما قلت تغدر. لا فلتحذر أن تغتر. أن أن تغدر تغتر. شغلة تانية، دير بالك. إيه. حطيته فيها معنى، ما بدي أقول شرير، فيها معنى مو كتير مش لطيف. إيه مو لطيف. تحذر أن تغدر، دير بالك الناس عم تغدر. أن تغتر. أن تغتر. استخدم عقلك أكثر. وحدك عود غض وطري، والجمع عصا لا تكسر. يا سلام. إيه الجمع يعني لما قلت إنك، أنا قلت مثلا، قلت إنه أنا عملت كلمات أو عمل كلمات فلان. نعم. من شو أنا خايف أنسى، ذكرت كم اسم مني، بس في كثار كلمات جميلة من كتاب معنا من رفقاتنا. أنا شايف لما بستطرد بضيع. نسيت على شو كنت عم بحكي. كنت بتكلم عن الكلمات. إيه؟ أن في كتاب معينين بعد أعمالهم حلوة. إيه بعدها قلت إنه فلان كتاب. يلا معلش سامحونا. الأسامي أنا أنسى. إيه وأنا نسيت. لا مو على فلان، مو على أسامي. نسيت على شو كنت بدي أحكي. كان فكرة بدي أقولها أمتى. طيب. ضاعت. يلا سامحونا. سامحونا. لو سألتك عن أغنية هزيم الرعد. إيه لها قصة هزيم الرعد. إيه هي بفترة الانتفاضة، كانت بالانتفاضة. فأنا ما بعرف قصة الفيلم نهائيا. يا سلام. لا والله. أنت خطرت على بالك وقت الانتفاضة؟ وقت الانتفاضة كان عندنا هزيمة الرعد لازم نساويها. وجدت تزامنا معها. أي تزامنا مع الانتفاضة. فمثلا بحبها. أي طبعا بحبها. هلا أنت قلت لي شو بتحب أغاني كلمات. قلت لك من بيناتهم سيمبا. في كتير منهم يعني، كتير بحبهم. من بيناتهم هزيم الرعد كتير بحبها. بحب عهد الأصدقاء. بحب ريمي. مررتي بخاطري فكرة عبرتي ظلت ذكرى. أنا بس غني بعرف الكلمات، إذا ما عم غني بنساوي. طربني. حبيبي. ففي كتير كلمات كل واحدة لأسباب. يعني حتى بالشارات من حدا بيسألني شو أحب شارة، بقول له ما بقدر أقول لك، لأنه في واحدة بحبها لكلماتها، واحدة بحبها لموسيقتها، واحدة بحبها لتقنياتها، تقنيات الصوت اللي عم يطلع. نعم. يعني بحب احذر ميكالو لأني عامل صوت فيران. أوكي. مثلا إيه فيها لعب. مين كان يعمل صوت الفار؟ أنا. أنت؟ إيه ما سمعتني قلت بالمسرحية إنه أنا الفار، وأنا عامل القطاط والبيتامة والكلاب، وأنا عامل بط واللي هي بدبدوب. بط والتصوير يعني مع تقليد الأصوات. مو تقليد، لا يعني تقول تنوع لازم غنيها. فما أنا مساوي. أي طبعا ما حدا يضحك علينا. بس مدينة النخيل. مدينة النخيل. إيه هذه بالنسبة لي أنا هي الأقرب إلى القلب يعني. هلا في ملاحظة قال لي عليها أصدقائي قالوا لي. أول واحد نبهني عليها دكتور نتوف، قال لي أنت بتكتب لوحات. طلعت أوف فعلا. لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد نحو هلال أبيض يسبح في الأفق البعيد. ففيك ترسم هلال بالأفق بين الماء والسماء، معناتها بحر. نبحر في كل الأنواع، معناتها ممكن يكون في حركة، أنواع وهدى، أنواع أجواء. أنواع النو بسموه طقس. وهدى نجم يتلألأ للمركب قال. نجم القطب اللي بنمشي عليه البحارة. اتبعني تعال بهداها. أنا يحملك الموج بلا تعب فكفاك دلال. عم يعمل مركب هيك عم يعمل وهو ماشي باتجاه.
فهي لوحة فيك تصورها طبعا تعملها متحركة أو ثابتة. طبعا. كتير منهم وكلهم هيك تقريبا. شو كنا واحدة تانية مدينة النخيل. مدينة كل شيء شيء جميل جميل. الغروب والشروق والهواء العلي ضياء ضياء القمر في السماء السماء ونجوم المساء. شمس الصباح والرياح والطريق الطويل. نعم. ففيك تتخيل مدينة، فيك تتخيل طريق، فيك تتخيل إنها ليل. صح. في لوحات يعني بيطلع لوحات. هو طبعاً. أول مين نبهني الدكتور أحمد نتوف، وفعلا لقيته ليك في كتير منهم صورة. بعتمد على الصورة إنه اكتب صورة بدون قصد ما بعرف. ومن ناحية لحن، شو أحلى أغنية تحبها من ناحية لحن؟ لحن لحن أنت والله كل واحد يشكل دقيقة. يعني في لحن كذا معين. هلا بيني وبينك بكره ثنتين. حلو، نسمع اللي تكرههم. لا اسمع وحدة اسمها رماة الحجارة الأبطال. من أول ما قالوا لي اسمها ما تقطع عملتها وأنا عم بمرض. عم بمرض منها، مو مرض حقيقي، مرضان وما بدي. رمات الحجارة عملتها وما تقطع. أنا أول مرة أسمع هذه أصلا. أيوة أنا. أنا نسيتها لأنه الثانية شو هي؟ فانتوم أو شيء، فانتوماس أو شيء، مو فانتم مثل القناع ما بعرف. كمان اسم غليظ. هلا بس يكون اسم غليظ خلاص تسكر معي. أيوة ما عاد تقدر تسد نفسك من ايه. ف احيانا اسم غليظ بقدر تهرب منه بانه اذكر حادثه قدامنا ومسمي الاسم العمل بشكل ثاني. نعم. يعني لؤلؤتي تريد هو اسرار المحيط. نعم. ما قلت اسرار المحيط بالشارع. صح. بينما هزيم الرعد اسمه قلت هزيم الرعد. هزيم الرعد. سيمبا قلت سيمبا. فبهرب مثلا اسرار المحيط مو كثير سيء بس ما عجبني يعني ما هي خلص صارت غير الصح. من غير بغير بهمله يعني ممكن اهمله. رماة الحجارة الأبطال ما أقدر أهمله. عاد أعمل لك عليه كرهته ونسيان لحنه. رمات الحجار الأبطال راح أبحث عنه أشوفه. ما بعرف إذا بتلاقيه. أنا ما حاولت أبحث. انزين عمي. فالبقية كل واحد يعني كل واحد. أنا ما عملت عمل إلا اقتنعت فيه. جميل. رماة الحجارة لا. مشان هيك عمل لك ما بحبه. في أقل وفي أعلى. يعني ماسك بحبه بس أقل من هزيم الرعد. فهمت شو قصدي يعني؟ مثل ما قلت لك على الأصوات في رشا، في بس ما في عنان، في هالة، في فلانة، في فلانة، في فلانة، مسألة ذوقية. وفي فلان وفلان وفلان فلان فلان كلهم مستوى بس في فروق بسيطة هيك. شعرة تفرد يعني رشا متفرد صوتها، عنان متفرد، هالة متفرد. جميل. كلهم يعني كل واحد إله فهاي بس بذكر لك. فهاي بذكر لك بس هاي اللي بكرهها. وواحدة تانية نسيت شو هي. حنتذكرها من الحلقة. ان شاء الله على بعد الحلقة بدور عليها. طيب عندنا الحين خلينا نكمل في التسلسل اللي بدينا فيه. احنا بدينا من الطفولة إلى مرحلة الجامعة ثم إلى كملنا شلون بديت مركز زهرة ثم إلى سبيستون. خبرني من سبيستون استمرت حتى 2017 تقريبا. حاليا من 2017 انقطعت عن سبيستون. خبرنا عن هذه الفترة. هلا من 2000 لتقريبا 2006 فتحت التايجر. هي كمان شركة كان نقول شركة أخت يعني. نعم. يعني إذا بدنا نرجع نقول الزهرة عملت سبيستون. نعم. هلا بنيلي بالزهرة الله يوجه له الخير أستاذ مناح حجازي هو الدينامو. مناح حجازي هو الدينامو الفني تبع العمل. بمعنى هذا المسؤول عن العمل. أول ما اشتغلت وعملت موكلي وأنا ما عندي أي خبرة تعامل معي كخبير شارة ما دخله. فهمت شو قصدي؟ أنا اللي بقرر إيه أو لا. فما عاد في علي يضغط. فهمت علي شلون؟ صرت أعمل اللي بدي إياه. الخبير عم يساوي هيك يعني شغله هو بيعرف شغله. أنا أول عمل بعمله بس هذا الطريقة وهو الدينامو فعلا. أنا استمريت وخصوصا أنه عجبه خلاص عطى الثقة وانتهت القصة بالنسبة له. قام بماله إلى درجة رح أقولها بشكل كوميدي. جيب لهم ملحن. لا ما بيسوى. ليش ما بيعرف يكتب كلمات. قال لك ملحن
وكاتب كلمات كاتب كلمات، نعم. المغني مغني، انا صدفه يا ثلاثه. ما بتقلي لا بدك تقبل ملحن لحاله بدون كلمات، بدك بس هي هو تعود. مزح. انا عم بقول لك ايه، انا عم بقول لك مزح بقى، فانه الملحن هو هذا اللي بيقدر يظبط كلمات، اللي بيعمل كده. وهي لازم على فكره بيني وبينك انك تظبط كلمات بوظيفتك كملحن، ايه لازم. نعم. والافضل انك اذا بتضيف كمان لحتى تساويها. هاي شغل الموزعين كمان. ايه نسيت كمان هي المرة الرابعة. سبيستون. ايه التايجر هي اخت تعتبر لسبيستون والزهرة، لانه مناع هو اللي فتحها اول اعمالها عملوا مدينة المعلومات. نعم. تعرفوا شيء؟ طبعا. ايه هذا اول عمل، وكان في كمان مشروع عمل ما بعرف اذا صار او لا. مدينة المعلومات انتاج تايجر برودكشن. اشتغلت فيه. الجزء الثاني عملت فيه يمكن 42 أغنية، والجزء الأول شي 10 أغاني. بعد منها خلينا نقول إنه 2006 استمرت هيك فترة، بعدين صارت 2006 يمكن إيه أو 2005 تعثرت ماليا، فشوي شوي وقفت. يعني تمت فترة إلى أن استنفذت كل الفرص المالية المتاحة. بعدين سكرت يمكن 2012 أو 11، ما بيتذكر. بوقتها لما عم ماشيين، وخصوصا إنه أنا صح بشتغل بالتايجر فرضان، بس بساوي الزهرة، بساوي السبيستون. أنا ما اختلف عندي، بتم بقول بشتغل الزهرة. لذلك فهمت علي إنه أنا صعب حدد إيه. لا هي خلص الأساس الزهرة، أصلا الأساس الزهرة. يعني كل شيء يعرض على سبيستون هو إنتاج أعمال زهرة. حديثا بعد بفترة كتير طويلة اللي صار يعملوا فواصل صغيرة، أو يعني لسه ما بستوعب لأنه مو شركة إنتاج أعمال درامية كرتونية.